مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل العيش البلدي أو العيش الصعيدي بأسهل طريقة ممكنة. ناس كتير جدا طلبت مني الوصفة دي، وكمان عايزين يعملوا الخميرة البلدية اللي بتكون في أول الخبيز كده، بتطلع معاهم نتيجة حلوة وممتازة. عايزين يعملوا العيش بأسهل طريقة، حتى لو ما عندهمش شمس في البيت عايزين يشوفوا طريقة كده يعملوا بيها عيش شمسي. فكل الرسائل بتاعت الصفحة وصلتني، وعشان كده قررت النهاردة ان انا اقول لكم ازاي تعملوا عيش شمسي حتى لو ما عندكمش شمس، وازاي يطلع معاكم قابب كده وحلو وجميل، واللبة بتاعته طرية جدا وخمران كده وطعمه حلو قوي قوي. عايزة اقول لكم ان العيش ده يعني مهما الواحد اكل عيش بانواع كتير، لكن دايما بيحن دايما للعيش الشمسي او العيش الصعيدي، لانه صراحة يعتبر من اكتر انواع العيش الجميله طعما، وكمان طريقتها حلوه جدا، مع ان في ناس كتير بتكون مستصعباها عشان بس بتتعمل بكذا خميره وكده. بس عايزه اقول لكم ان شاء الله النهارده هتكون معاكم اسهل طريقه تعملوا بيها العيش البلدي او العيش الشمسي الصعيدي. ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت حلو يشجعني، ويلا نبدا حالا. قولوا لي بتتابعوا القناه منين. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل الخميره البلديه. هنروح عند الفرن، الاقرب فرن ليكي بتخبز عيش، العيش العادي بتاع الفرن، هناخد منه حته اسمها حته خميره، تمام، وهنبيتها تاني يوم في التلاجة. بعد كده هنبتدي ان احنا نجيب حوالي كوبايتين من الميه الدافيه، هحط فيهم الخميره اللي انا جبتها من الفرن، وهحط عليها معلقه سكر ومعلقه زيت، وادوبهم كويس جدا، وانزل عليهم بنص كيلو من الدقيق، وابتدي ان انا اعجن كويس بالشكل ده لحد ما تتكون معايا عجينه. العجينة دي بتكون يا جماعة عجينة متماسكة جدا جدا، وما بيكونش فيها أي تلزيق خالص، ونفضل نعجن فيها فترة كده لحد ما تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين باخد حتة منها واحطها جوه دقيق، ودي بتكون البلدية بتاعة كل خبزة، تمام. بسيب الخميرة تتخمر لمدة ليلة كاملة، وبعد ليلة كاملة ببتدي ان انا اعجن العيش. لحد دلوقتي مفيش اي صعوبة فيش، غير انك اول مرة هتخبزي فيها بس هتجيبي حتة الخميرة دي من الفرن، بعد كده هتبقى عندك موجودة كل مرة. نيجي تاني يوم الصبح كده نخبز، هجيب هنا حوالي، انا طبعا هقول لكم المقادير على حسب الدقيق. لو هنخبز مثلا 4 كيلو دقيق، هجيب 2 لتر من المية الدافيين، هحط عليهم معلقتين من الخميرة البيرة او الفورية اللي عندك، معلقة من السكر ومعلقة من الزيت، وانزل بعدها بالاربعة كيلو دقيق، ماشي. وبعدين ابتدي ان انا اقلبهم شوية كده صغيرين، وبعدين انزل في قلب العجين على طول بايه بقى؟ بالخميرة البلدية اللي انا عملتها قبلها بليلة. وابقى ابتدي دلوقتي ان انا اخلط العجين كله ببعضه بالشكل ده. جنبي لازم يكون ميه دافيه، لاني انا حطيت 2 لتر ميه. لكن خلي بالكم، مهم جدا عايزه اقول لكم ان العجين ده بيكون بالنظر، يعني مش بيكون اساسي. مثلا مش بقول لكم مقادير معروفه، الاربعة لتر بياخدوا 2 لتر، لا، يعني ممكن نوع دي يختلف عن النوع دي التاني، فتخلي بالكم من الحته دي. وتاني مرة بنيجي نخبز فيها بناخد حتة البلدية اللي احنا حطيناها، بنعمل فيها نفس اللي قلت لكم عليه، بحطها بالشكل ده. دي بصوا بعد مرور اسبوع البلدية دي باخدها بشيلها طبعا في التلاجة. بعد اسبوع ببتدي ان انا اجيب برضو شوية مية وشوية سكر، معلقة سكر ومعلقة زيت، وابتدي برضو ان انا ادوبهم في الاول، وبعدين انزل عليهم بالخميرة. انا حبيت اوريكم ان بعد اسبوع شايفين شكلها زي ما هي. انا ما قطعتش الفيديو، بس حبيت اوريكم عشان الناس اللي هتسأل نفسها هنحط الخميرة اللي خدناها الصغيرة دي فين. هنحطها في كيس في دقيق، ونحطه في رف التلاجة، واسيبها من الخبزة للخبزة. يعني مثلا خبزت بعد اسبوع كامل عادي، مش بيحصل لها اي حاجة خالص، وما تقلقوش، ولا ريحتها بتطلع ولا بتبوظ ولا اي حاجة خالص. بتكون حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، وبتكون طريقة. وبرده كل مرة باخد منها حتة واحطها في الدقيق واحطها في كيس، واشيلها برده في رف التلاجة، تمام، لحد ما نبتدي ان احنا يبقى على طول ده ان احنا هنخبز العيش الشمسي ده على طول. فاحنا هيبقى عندنا طول الوقت دي، وطول الوقت عندنا الخميرة البلدية دي في البيت، ومش بيحصل لها حاجة خالص. نرجع بقى لمرجوعنا، هو موضوع كمية الدقيق بالنسبة لكمية المية. الموضوع ده بيرجع لنوع الدقيق، فخلي بالكم في انواع دقيق بتاخد مية كتير، في انواع دقيق مش بتاخد مية كتير. فانا دايما اقول لكم وانتوا بتعجنوا لازم يكون عندكم، مهم جدا
يكون عندكم يا جماعة مية دافية جنبكم. تمام. احنا دلوقتي شايفين هنبتدي ان احنا نحطها بالشكل ده وهنبتدي ان احنا نعجن. وزي ما قلت لكم العجين ده عبارة عن مية وخميرة بيرة وشوية سكر صغيرين وشوية زيت والخميرة البلدية والدقيق، بس مش اكتر من كده. وطبعا رشة ملح بس بدي بنحطها على الدقيق، بنبتدي ان احنا نعجن واحدة واحدة لحد ما يتكون عندنا العجين. اهم حاجة في الموضوع ده العجن الكويس. عايزة اقول لكم حاجة مهمة، العيش الشمسي ده او العيش الصعيدي ده بيتخدم كويس جدا في العجن، ولازم ان هو يتعجن كتير جدا جدا. وشايفين بطريقة العجن اللي انتوا شايفينها، لو عندكم عجان ممكن يسهل عليكم المشوار اكتر من كده. وعلى فكرة ممكن تعملوه حتى في العجان الصغير، لو انتوا مثلا هتعملوا كمية صغيرة على حسب برضو عدد افراد اسرتكم وكده. هتبداوا ان انتوا تزودوا مية واحدة بواحدة. شايفين انا بحط شوية مية صغيرين وابتدي اعجن، احط شوية مية صغيرين وابتدي اعجن العجين بالشكل ده لحد ما العجين يبتدي يكون عندي عجينة. بصوا بقى مواصفات عجينة العيش الشمسي. اولا هي مش بتكون طرية قوي زي العيش المصري كده او العيش الفرن، لا بتكون تقيلة شوية، أو بيكون فيها سنة تلزيق بس سهلة التحكم فيها. هي معادلة صعبة شوية بس أنا هوريكم شكل العجينة عشان تقدروا تفهموني ويكون الموضوع أوضح بكتير. دلوقتي هبتدي ان انا اجيب الطاولة اللي انا هقطع عليها. ممكن تكون عندكم الطاولات الصغيرة الورق دي، وممكن كمان ناس بتقطع على ابلكاش مدور كده زي طاولات صغيرة او طاولات عريضة، براحتكم يعني اللي متوفر عندكم. في ناس بعرفها بتعمل على اطباق ميلامين عادي جدا مش بيحصل اي حاجة. بعد كده بتجيبوا نخالة القمح اللي هي الردة من تحت، وبتبدأوا ان انتوا تحطوا في الطاولة من تحت. وبعدين بتجيبوا طبق فيه دقيق، بتبدأوا ان انتوا تقطعوا الرغيف بالشكل ده، ولازم تحطوا وش الرغيف في الدقيق عشان لما تيجوا تحطوه على الطاولة يبقى من تحت كده مش نخالة خالص او ردة خالص، لا يبقى فيه كمية دقيق حلوة كده عشان يبقى العيش فوق وتحت لونه جميل. هنبتدي ان احنا نقطعهم بعد ما بنخلص خالص. بنبتدي ان احنا نساوي العيش بخفة كده بخفة كده على طرف الايد، بحيث يبقى الرغيف كده مدور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بعد ما بنخلصه بنحطه جوه يعني نحطه في مكان فيه شمس. طب دلوقتي ما عنديش شمس، كل اللي انت هتعمليه ان انت يكون عندك مروحة، بس لازم المروحة تكون فوق العيش. يعني المروحة العمود دي مش هتنفع، مروحة سقف. تفرشي فرشة كده حلوة وترص عليها العيش وتشغلي المروحة. بس هو الفرق ان عيش المروحة اول حاجة بياخد وقت شوية طويل عن عيش الشمس. عيش الشمس بيتخمر بسرعة جدا لان طبعا الحرارة بتخمره اسرع من الهواء. وعيش المروحة هو بيكون احلى شوية في الطعم، بس مش بيكون مشدود قوي زي عيش الشمس. عيش الشمس كده بيكون عيش مشدود، رغيف كده لما بتمسكيه بتلاقيه شادد نفسه، لكن العيش بتاع المروحة كده بتلاقيه شوية سايح سنة. فانت لو هتشتغلي على المروحة ما تطريش العجينة بتاعت العيش. بنحط العيش في حته كده فيها شمس وبسيبه كده، بغيب عليه حوالي ساعه الا ربع. بعد الساعه الا ربع ببتدي ان انا اقلب العيش على الناحيه التانية عشان لازم العيش الشمسي يتخمر على الناحيتين، على الوش وعلى ظهره. تمام. وبعد مرور نص ساعه كمان ببتدي ان انا اسخن الفرن وابتدي ان انا اشقق العيش زي ما شفتوا كده عندي بسكينه تكون نظيفه ومخصصه للموضوع ده. وابتدي ان انا اسخن الفرن على درجه حراره 180 فوق وتحت، وارص العيش زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العيش طبعا بحط الفرن بملاها عيش وبحطه بسيبه حوالي كده تلت ساعة. بس طبعا انا عيني على العيش طبعا مش بسيبه وامشي، خلي بالكم من الحتة دي. الفرن تحت بيكون مش عالي قوي عشان العيش من تحت ما يتلسعش، من فوق بيكون حامي سنة بس برضو مش لدرجة ان هو يحرق العيش من فوق. بعد ما بخلص بتسوي العيش خالص بطلعه بحطه بره كده زي ما هتشوفوا لحد ما يبرد. وبعدين بلم الاكياس، بلم العيش كده في اكياس والفه في قماشة كمان عشان يفضل طري وجميل. ولو عندي كمية كبيرة طبعا بخزنها في الفريزر. اتمنى النهاردة اكون عملت لكم وصفة حلوة وسهلة وسريعة، وناس كتير طلبتها مني، حابة ان هي تعرف العيش الصعيدي. وما تنسوش بقى الوصفة اللي جاية هي وصفة الخميرة البيرة، انزلها لكم ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. لو عجبتكم وصفاتي ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت حلو يشجعني. وما تنسوش بقى تتابعوا صفحتي على الفيسبوك باسم الشيف نرمين الماجد. وما تنسوش بقى كمان تعملوا لايك وشير وكومنت كمان يشجعني على الفيسبوك عشان اعرف ان انتوا جايين من صفحتي على اليوتيوب. كل سنة وانتوا طيبين بألف هنا وشفا، يا رب اشوفكم دايما على خير قريب.